السيناريو. عسلامة ومرحبا بكل من التحق بنا توا باش يسمعنا في برنامجكم السيناريو، حصة جديدة من البرنامج. عنا برشا ضيوف بالنسبة لليوم. ضيفتنا الأولى مباشرة عبر الهاتف من قطر هي إشراف بن مراد، المتوجة بجائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل في الدورة 2025. مرحبا أستاذة، شنو أحوالك؟ مرحبا، عسلامة خويا جاسر، الحمد لله يعيشك. شكرا ليك على قبولك الدعوة متاعنا، وألف مبروك الجائزة، نقولوها في المباشر بعد ما قلناها في وسائل التواصل. الله يبارك فيك، يعيشك، وكل الشكر لك انت اللي اتحت لي هذه الفرصه. يعيشك يفضلك أستاذة. دونك نفكروا أنه اختتمت ما عندهاش برشا بمدينة الثقافة فعاليات الدورة 16 للجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل لسنة 2025. نحكي ربما على واحدة من أهم الجوائز المتعلقة بأدب الطفل في تونس وحتى عربيا. دونك حضروا برشا أدباء ومهتمين بمجال أدب الطفولة واليافعين على مدار يومين، معناتها على عكس بقية الجوائز ربما اللي هي تكتفي فقط بهكا لقاء لتكريم. لا، الجائزة هذه كانت عاملة نهارين كاملين ورشات أدبية للأطفال، فما عروض فكرية، فما موضوع، فما تام للدورة نحكيو على الهزل والفكاهة واللعب في الإبداع الموجه إلى الطفل. دونك هذا كان موضوع الدورة هذه. أستاذ أشرف، بعد ما نجدوا لك التحيات، لو كان تحكي لنا على القصة المتوجة اللي أنت خذيت عليها الجائزة بالنسبة للعام هذا. نعم، القصة المتوجة هي بعنوان حلم نور. هي فائزة بالمركز الأول لهذه الجائزة كيف ما تعرف تعطي 3 مراكز، يعني الحمد لله فزت بالمركز الأول. حلم نور تتناول وضع أطفال القمر. مثل ما تعرف أطفال القمر هو اسم عاطفي للناس اللي عندها مرض جفاف الجلد المصطبغ، يتسمى علميا XP، وهم الناس اللي عندهم مشاكل في التعرض للأشعة فوق البنفسجية سواء من الشمس أو من المصادر الطبيعية. فالقصة من خلالها حاولت أن نوعي الأطفال بصفة عامة والكبار، يعني القارئ، بوضع هؤلاء الناس أو هؤلاء الأطفال حتى يفهم ما معنى أطفال القمر، وأيضا لأنه هي موجهة لليافعين فلم تخلو من البعد التخيلي وبعد المغامرات. فالبطلة نور صارت يعني عملت رحلة إن صح التعبير عجائبية إلى القمر، وهناك تعرفت على حضارة أخرى جدا متطورة. في هذه الرحلة يعني أنا مزجت بين الخيال والواقع، في نفس الوقت قدمت الخيال وأيضا معلومات إن صح التعبير علمية وبيئية عن علاقة الأرض بالقمر، عن التأثيرات البيئية وإلى غير ذلك. ثم أردت من النهاية أن تكون إن صح التعبير واقعية، تطلب نور العودة إلى الأرض في إشارة إلى أنه إحنا يلزمنا نرجع إلى أوطاننا، نرجع إلى ربما المربع الأول الذي انطلقنا منه مهما كانت هذه التغييرات والتحديات. استيقظت من النوم فكانت مترددة، هل ما عاشته هو حلم أم حقيقة؟ وهنا أترك المجال للقارئ اليافع ليواصل ربما الخيال ويواصل القصة وفق ما يتخيل. ممتاز أستاذ أشرف. نتسائلوا لو كان كل القصص اللي تكتبها لليافعين تكون هكا ملتزمة معناتها بقضية معينة كما قضية أطفال القمر في حلم نور. أنا روايتي الأولى كانت بعنوان أنا فاطمة، وأصدرتها في الأردن ولاقت نجاح كبير في عدد كبير من الدول العربية، وأتمنى أنها توصل إلى تونس. الفكرة الرئيسية من هذه الرواية كانت الميز العنصري، وهذا التنمر على أساس اختلاف اللون أو الاختلافات الموجودة بيننا يعني المختلفة. ما أشعر به شخصيا يعني ككاتبة وربما شغوفة بهذا المجال، إني أميل إلى طرح القضايا الاجتماعية والقضايا ذات البعد الإنساني بالنسبة للكتابة لليافعين. بالنسبة للكتابة للأطفال، لأنه عندي تقريبا يعني مجموعة من القصص، أشعر أني أميل أيضا إلى ما هو قيمي، ما هو تربوي،
فإلى حد الآن هذا توجهي في الكتابة للطفل عموما. واضح. ما مدى أهمية أستاذة إشراف، نفكروا إشراف بن مراد المتوجة بجائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل الدورة 2025، ما مدى أهمية اليوم قضايا كما هكا في أدب الطفل عموما؟ هل أنت انطلقت من هذا بعد ما لقيت ثغرة ما في الكتب الموجهة للأطفال إنها ما تحكيش ربما على النوع هذا من القضايا، أو هو اختيار شخصي ذاتي منك؟ به خليني نقول اختيار شخصي ذاتي، حتى ما نقولش ثغرة، لأنه ربما تجربتي لا تسمح لي أني أنا نقول ثغرة. عندنا كتاب كبار وطرحوا قضايا كبيرة جدا، لكن مثلا بالنسبة لقضية العنصرية وفق تواصلي مع عدد من الكتاب والنقاد قالوا لي أنه أنا كنت جريئة في طرح هذا الموضوع الحساس بالنسبة لليافع بالتحديد. جريئة بمعنى طرح هذا الموضوع، فكرة العنصرية كيف نقدمها للطفل بأسلوب يتماشى معه أو مع اليافع. ربما هو إدراكي لرسالة الكتابة ولرسالة الأدب. الأدب أو بمختلف أصنافه يجب أن يكون جسرا، سواء الكتاب نحو أنفسنا ككتاب أو جسرا بين الكاتب والقارئ. يعني ما نعيشه هو المادة الخام للكتابة. أستاذة إشراف، هل خدمك كونك متخصصة نوعا ما في علم نفس وإدارة السلوك الإنساني، هل هذا كان جانب معناتها أثرى كتابتك الإبداعية الموجهة للطفل؟ شوف، والله أنا برشا حاجات بصراحة خدمتني في تكويني الأكاديمي. أول شيء أنا زميلتك في الإعلام والاتصال ومتحصلة على الماجستير في الإعلام والاتصال، فهذه وشغلي يعني في المجال الصحفي أعطاني نوع من، عرفت الصحفي اللي يكون دقيق وتلفت انتباهه الأشياء ويبحث عن أسبابها. فهذه النقطة أو يعني هذا التكوين أفادني كثيرا في الانتباه إلى ما حولي، سواء من ظواهر أو من ردود فعل، يعني تستوقفني أشياء كثيرة. الحس الصحفي، يعني أنا مؤخرا تحصلت على الماجستير في علم النفس، أيضا هذا أفادني كثيرا في فهم التفاعلات الإنسانية اللي ممكن أي حد يمر بها، في سواء كان طفل أو كبير، يعني أو ربما فهم التصرفات، ردود الفعل إلى غير ذلك. وأعتقد أني وظفت كل هذا فيما أكتب، والدليل على ذلك أني سواء حلم نور أو أنا فاطمة أردت من الأفعال، من يقرأ رواية يكتشف ذلك، يعني تكون واقعية، تكون ردود فعل مشابهة لردود فعل أي طفل على أرض الواقع. لم تكن كتابتي مثالية، أنا لا أكتب عن الإنسان بصفة عامة المثالي اللي هو غير موجود. أنا أقدم ما أعتقد أنه هو موجود في الواقع، يعني أي إنسان يخطئ ويصيب يعني يرتكب هفوات عديدة ويحاول أن يطور نفسه وهكذا دوالي. فهذا منهجي في الكتابة. فأعتقد أنه أنا استفدت من تكويني، واستفدت أيضا حتى من الغربة، تعرف تتيح لك فرصة التعرف على ثقافات عديدة، على يعني التعرف حتى على مدارس كتابات متنوعة. فكل هذا أثرى تجربتي يعني عموما. واضح. أستاذة إشراف، لو تسمح نحكيو على الكتابة للطفل، نعم. ونعرفوا مدى حساسية الموضوع هذا. بطبيعة في رسالتك انت في توجهك ربما فماش برشا صغار يسمعونا، لكن فما أولياء. رسالتك للأولياء اللي ماذا بهم صغارهم يقراوا ويطالعوا لكن لاقين مشكلة في الجانب هذا. الموضوع هذا كبير وباش نحاول نجاوب عليه في أقل وقت ممكن. أول شيء خلينا ننطلق من قاعدة، هذه قاعدة لا تقبل الشك، يعني الطفل يحب القراءة، هذه ما نجموش نشكوا فيها، ولكن هو وقتاش يحب القراءة؟ إذا احنا وفرنا له الإطار المناسب، وفرنا له الكتاب المناسب، ووفرنا له الظروف المناسبة. يعني الطفل هو مش ممكن يقوم الصباح يغسل وجهه ويقول لهم والله اعطيني نقرأ كتاب. لازم احنا كأولياء، آباء وأمهات
نقوم بدور تحفيزي. ربما احنا نقرأ اول شيء، نحن نكون القدوة، كيف ما تعرف يعني الطفل نربيه بالقدوة اكثر من التوجيهات. نوفر له الكتاب في الدار. اللي ما عندوش يعني باش يوفر الكتب، اعتقد انه المكتبات العمومية توفر اشتراكات باسعار مناسبة جدا، وبامكان يعني الامكان الوصول اليها. يلزم نبذلوا جهد لاجل اولادنا. وفي تونس يعني الحمد لله يا ربي في عنا كتاب كبار في أدب اليافعين بالأخص، فازوا بجوائز كبيرة خارج تونس، مثل الأستاذ نور الدين بن بكر، الأستاذة نجوى الدرعاوي، وأسماء كثيرة. فياريت نبحثوا على مثل هذه الكتب، وحتى على إصدارات مثلا الجائزة العربية لمصطفى عزوز وتقديمها لأولادنا. بالطريقة هذه نساعدهم انهم يتعلقوا بالقراءة، لانه لما نقول قراءة ربما انت تتابع فيها على صفحتي على الفيسبوك وتعرف انه انا دائما نتحدث على القراءة او القصة للتربية. من الأساليب التربوية أنه إحنا نقتربوا من أطفال من خلال القصة. شفت ابنك عنده سلوك معين، عنده عناد، عنده ربما كذب، عنده خجل، عنده شخصية تبحث عن قصة في هذا الموضوع وتعطيها له يقراها، هنا هو يعني يفهم السلوك الخاطئ، يفهم السلوك الجيد، تتناقش انت وياه في القصة وهكذا دواليك. اليوم الأطفال للأسف نحن نسلموا فيهم في التليفونات، ومن بعد نقولوا والله هم أدمنوا ما يحبوش القراءة وما يحبوش الكتب. نحن اللي حطيناهم في هذه الوضعية. فعلى قد ما نحن نكونوا واعين بأهمية القراءة وأهميتها في التربية، مش فقط القراءة باش يتحسن في التعبير في الامتحان، لا، أهميتها في هو بناؤه كإنسان، كيف في عقله، في وعيه، في أخلاقه إلى غير ذلك. فإذا كنا نحن واعين أكيد النتيجة باش تكون إيجابية. والدليل على ذلك إن عندنا أطفال يشاركوا في بطولة المطالعة ويحبوا المطالعة ويحبوا القراءة. يعني أنا برشا فما أطفال تواصلوا معايا أمهاتهم يسألوا على قصص معينة، أو مثلا هناك حتى من يسألني يقول لي عندك PDF متاع قصة كذا نطبعها ونعطيها لولدي. فهذا دليل أنه فما أطفال يحبوا القراءة، والأكيد هذا ما جاش صدفة، جاء من جهد أبائهم أمهاتهم وجهد المعلمين أيضا في المدارس. لذلك أنا نغتنم هذه الفرصة. يا ريت يا ريت يا ريت لما يتم التعديل البيداغوجيا أو المنهجية المتبعة في التدريس وهذه البرامج، يلزم يكون للمطالعة دور. مثل جيلي أنا من جيل الثمانينات، أنا نتذكر أن المطالعة كانت مادة صح. كنا نتنافسوا ونحول القصص إلى مسرحية وكان لها وقت، ثم فجأة شيئا فشيئا اختفت وتلاشت هذه المادة. ربما بفعل الضغط البرنامج الدراسي وطوله وإلى غير ذلك. فيلزمنا إعادة النظر على جميع المستويات، أكيد. العائلة، المجتمع، الإعلام أيضا ما ننساش دوركم. يعطيكم الصحة في مثل هذه الإضاءات. نحن نحب الكاتب يكون موجود، الإصدارات الجديدة تكون موجودة. هذا مش موضوع نخبوي، مش موضوع يهم يعني فئة معينة، لا، يهمنا الكل. نحن القراءة هو غذاء المفروض لكل يعني الفئات الاجتماعية. واضح. شكرا ليك أستاذ إشراف محمد بن مراد، كنت معنا مباشرة من قطر. حكينا على روايتك المتوجة الأخيرة، وأكيد ما اكتفيناش بهذا، هكا حكينا شوية على واقع الأدب الموجه للطفل عموما. ويعطيك الصحة اللي كنت حاضرة بحضنا مرة أخرى، نجدوا لك تحية. نحن باش نمشيو فاصل قصير ومن بعد نرجعوا، ما زلنا مواصلين معاكم، باش نحكيو بعد الفاصل على عالم الستاند-اب، على عالم الحكي بالبطن وأكثر تفاصيل بعد شوية في برنامجكم السيناريو.